السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. أعاده الله عليكم اليمن والخير والبركات. عشان نبدأ اليوم بتاعنا صح، بدءا من توقيت المفروض قيام الليل، نبتدي المفروض ان انا صليت قيام الليل ركعتين قيام الليل حوالي كده الساعة واحدة معاك من اول 12 لحد اذان الفجر. فالمفروض ان احنا دلوقتي وصلنا لأذان الفجر. طبعا احنا اول حاجة اتسحرنا، ظبطنا الاكل. المفروض ان احنا هنصلي الفجر. بعد ما نصلي الفجر هنبتدي نستغفر ربنا، وهنبتدي نقول الحولقة، ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونبتدي ان احنا نستغفر ربنا وندعي كل الادعية اللي احنا عايزين نقولها. في دعوة اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونبتدي إن احنا ندعي كل الأدعية. اليوم ده محدش يفوته من إيده بجد فعلا، لأن اليوم ده يا بخته اللي فعلا دعا فيه ربنا، لأن ربنا بيتقبل كل الدعوات. ربنا بيتقبل أي دعوة انتوا بتدعوها، لان ده من الايام اللي هي المحببة عند ربنا عز وجل. الموضوع بسيط جدا، ان احنا هنفضل نذكر ربنا لحد شروق الشمس، يعني ممكن لحد ما الدنيا تبتدي تفتح، مش صعب. انا عن نفسي بعد ما اصلي صلاة الفجر هستغفر ربنا، واقرا كده شوية جزء من القرآن، وادعي كده لربنا بالدعوات اللي انا عايزاها، وربنا يتقبل منكم الدعوات ويتقبل مننا الدعوات ويجعلها ساعة استجابة تكون مفتوحة فيها أبواب السماء وربنا يكرمنا. وأنا بدعي من ضمن الدعوات اللي بدعيها ليا وليكم ان ربنا يجعلنا ان شاء الله باذن الله حجاج لبيت الرسول عليه الصلاه والسلام عاجلا ام اجلا. يجعلنا ان شاء الله باذن الله كل الناس اللي ما اعتمرتش او ما حجتش يكتبها لينا ويكتبها ليكم بحق لا اله الا الله، ويدي كل مشتاق زياره بيت النبي. والناس اللي هي ما راحتش زارت بيت الرسول، اضعف حاجة او اقل ال الامكانيات زي ما بيقولوا، او اضعف الايمان، ان احنا هنا هنتعبد لربنا، بنوهب لربنا اليوم ده خالص مخلص، ندعي فيه، نصلي، نذكر ربنا. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنفك بها الكرب وتحل بها العقد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللي هي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. كل سنة وانتم طيبين.